اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. نهاير جديد، نهاير كما تشوفوا متاع تولوج. أكل منظر مزيان، يعني كي تخزروا لك كل شيء أبيض، يعني من الأشجار، كل شيء تشوفوه أبيض ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله. وخزروا المنظر مزيان. خرجت في النهير هذايا، نهير بارد ونهير متاع تلج. خرجت قلت خليني نصور معاكم المنظر المزيان هذايا، ان شاء الله يعجبكم هكا المنظر هذايا. اصبح الخير الناس الكلكية، ان شاء الله نهاركم زين ونهاركم دقلة وحليب. اليوم كما تعرفوا عنا هبط لنا برشا تلج وبردت الدنيا برشا. اليوم نسحقوا لها فيم جاري. اليوم راني باش نقدم لكم البرغل الجاري على طريقتي البنين، ما يخطاش كل دار تونسيه البرغل نتاعنا لليوم بطريقه راهي سهله برشا، والحاجات اللي باش نضيفها للبرغل نتاعي ان شاء الله راهي تكون موجوده ومتوفره في كل دار، يعني لطريقتنا لليوم. باش نوري لكم ديجا راني تعديت للغاز نتاعي باش ما نطولش برشا في الفيديو نتاعنا لليوم. هذيك الطنجره نتاعي باش نضيف كميه نتاع الزيت، زيت نباتي. بسم الله الرحمن الرحيم. كميه الزيت ما يعادل 100 ملي نتاع زيت نباتي. في نفس الوقت باش نضيف البصل نتاعي مقطع مكعبات صغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. في نفس الوقت عندي كعبة طماطم فرمتها بالشكل هذايا، نحط لها القشور وفرمتها. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم البرغل نتاعنا باش نديروه بالدبابش المتوفر، يعني موجود عندكم تنجموا تعملوا فيه البرغل نتاعنا لليوم. في نفس الوقت باش نضيف الطماطم المعجونه مغرفه، هديه مغرفه ونص طماطم معجونه. انا نحبه يجيني هكا محرحر ويكون هكا اللون نتاعها مزيان، مش كيما نفس الطياب اللي نديروه بالخضره، يعني البرغل نتاعنا هذايا نتاع دبابش ماذا بيا يكون اللون نتاعها مزيان ويجينا اكل محرحر، يجينا بنين برشا. باش نبدا نقلي الحاجات هذه الموجوده عندي. في نفس الوقت باش نضيف هذايا فلفل مرحي حتى هو معجونه. هذايا راهو الفلفل هذايا معجونه كيما الطماطم ماهوش حار. عندي شويه هروس، هذايا الهروس هذايا نتاعنا راهو مالح وحار حتى هو، تعرفوني نطيب به برشا هذايا، اما راني ديما نرد بالي من حروره الماكله نتاعي، يعني كي نضيف شويه هروس يلزمني نقص من الفلفل الحار اللي عندي ونقص في نفس الوقت الملح. هذيك مغرفه صغيره براسك مغرفه ونص، يعني ماشي برشا يعني الكميه اللي نديرها. تحرر لي البرغل نتاعي وتجيني في نفس الوقت بنينه الماكله نتاعي. الملح راني قاريه بحساب الهروس، نضيف الكميه اللي نسحقها للبرغل نتاعي. نحرك كل شيء مع بعضه. توفيه باش نضيف شويه ماء بعد ما قليت البصل والطماطم، قلوه شويه يعني باش تنحينا في البروسه نتاع الطماطم. نضيف شويه ماء، الماء نتاعي ديما يغلي، ما يلزمش نضيفوه بارد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذيك الكميه الماء نضيفوها في الاول باش كي نضيفوا الفلفل نتاعنا ولا الكركم ما يلزمش يتحرق الفلفل. عندي كميه كما قلت لكم بالدبابش احنا باش نديروه البرغل نتاعنا. عندي كميه الفول هذايا، في نفس الوقت عندي الحمص منفخ هذايا، وعندي شويه عدس. بالنسبه هذه عندي كميه من السردينه هذه عفوا اكل شايحه ولا جافه. نغسلوها بالكدا ونحطوها في الماء السخون حتى تولي طريه وتكون نظيفه بالشكل هذايا. طريقه السردينه هذه فما اللي يضيف هذاك اللوزف، انا ما نضيفش فيه، ما نعملهاش
في هذه تجي هذه السردينه هذه ابن، جربوها الطريقه هذه وتجيكم بنينه. مش متوفر عنده السردينه هذه ولا اللوزف ولا الحاجات هذه نتاع البحر هذه، تنجموا تعملوا القديد، تنجموا تعملوا القرنيط، الحاجات هذيك راهي تجي تواتيه يعني البرغل هذايا. باش نضيف في نفس الوقت مغرفه صغيره نتاع كركم. في نفس الوقت زاده باش نضيف الفلفل كما قلت لكم ما نضيفش كميه كبيره على خاطر عملت الهروس باش ما يجيش حار ياسر. احنا نحبوه موزوز، اما يلزمش يكون حار برشا، ما نقدوش ناكلوه. هذيك كميه الفلفل نتاعي. خلي هذه تغلي بالكدا ومن بعدين باش نضيف البرغل نتاعي. كما تشوفوا تقلى الفلفل وكل الحاجات اللي ضفناهم للطنجره بتاعنا. هي باش نضيف البرغل نتاعي. الكميه البرغل راني غسلتها واستقطرتها يعني في الغربال بالشكل هذايا نوعيه البرغل. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي 300 غرام برغل، نغلوها شويه معاك الحاجات اللي ضفناهم للطنجره نتاعنا في الاول، ومن بعدين باش نمرقوها الكميه اللي باش تطيب لنا البرغل نتاعنا. باش نمرق الطنجره نتاعي الكميه اللي تكفي للطيب نتاعي البرغل نتاعنا عفوا، باش نخلوها تطيب يعني في عقلها. هذيك إيترا ونص راني ضفتها في الطنجره نتاعي يعني الماء، ونشوف اذا كان شفتها عقد برشا نزيد، اذا كان طابلي وجي الماء هذاك مراقل ما نزيدش الماء. انتم شوفوا على حسب الكميه البرغل نتاعكم تضيفوا برشا ولا شويه يعني. باش نغطي الطنجره نتاعي ونخلي البرغل نتاعي يطيب في عقله، ونرجع ان شاء الله من بعديك نوريكم ما رحنا من بعدها. سير رجعت لكم من جديد. هذاك الشكل البرغل نتاعنا. عندي شويه معدنوس وقزبر هدايا باش نضيفهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي ما يحبش القزبر ولا معدنوس ما يضيفش يعني. نخليه لمده 3-4 دقائق اكل القزبر باش يغلي والمعدنوس مع البرغل، ومن بعدين باش نفوحوا. خليناها تغلت المعدنوس وكل القزبر بالشكل هذايا، وهذاك الشكل البرغل نتاعنا. صدقوني كان رايحه فيه ما نقول لكمش كيفاش. عندي شويه ثوم وشويه تابل وكرويه باش نضيفهم هما في التفويح. وعندي جرينات فلفل شايحين باش نحطهم في الصوص حتى هما يعطونا البنه في البرغل نتاعنا. مغرفه صغيره كما تشوفوا فلفل اكحل هذايا. حرك كل شيء مع بعضه. صدقوني هذايا يدفيكم في البرد هذايا. جرينات فلفل خضر ما حبيتش نقصهم على زوز يعني الفلفل على خاطر حار برشا هذايا يولي يحرر لي برشا البرغل. باش نبدا نحطه في الطبق باش نقدم فيه هذايا البرغل نتاعي. هذاك الشكل نتاعه خسروا له كيفاش نودكم ولا نشهيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كمل نصب الكميه البرغل نتاعي ونشوفوه مع بعضنا في الطبق النهائي. وهذاك البرغل نتاعنا جاهز. هذاك الشكل نتاعه نودكم ولا نشهيكم، وخزروا لك القوام نتاعه، وخزروا لك كيفاش يجي. هاك البنه ما نقول لكمش كيفاش. هاك البنه راهي مزيانه برشا ومحرحر. وخزروا لك كيفاش يستحق التجربه البرغل نتاعنا لليوم. نودكم ولا نشهيكم. ان شاء الله تعجبكم طريقتي لليوم وتنور رضاكم. ومن عجباتها ما ينسانيش بجيم كومنتير مزيان ويرحم لي على والديا.
فضلا وليس أمر. ونشكركم واحد واحد، وإن شاء الله في الوصفة القادمة إن شاء الله، وبسلامة.